نعم، قلت بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين فرع جهة سوس مسا على هذه البادرة الحسنة التي هي في أساسها تحسيسية بخطورة واستفحال هذه الظاهرة، ظاهرة الشغب. والشكر أيضا للحضور الكريم وللأساتذة المتدخلين. أما ما يتعلق بمداخلتي فسأحاول من خلالها معالجة ومقاربة السياسة الجنائية للمشرع المغربي التي جاء بها في هذا الإطار للوقوف صدا منيعا باستفحال هذه الظاهرة. فكما تعلمون فالرياضة أصلا هي مناسبة للفرجة وللاحتفال، وهي أيضا وسيلة للتقريب بين الأمم والشعوب، وأداة كذلك لنشر قيم التسامح والإخاء والسلم والسلام، ونبذ كل قيم العنصرية والتعصب وكذلك العنف. إلا أنه ومنذ سنين خلت، لأن الظاهرة ليست بالجديدة، ظهرت في الأفق ظاهرة شغب الملاعب أو التظاهرات الرياضية. وهذا ما حدث بالمشرعين الجنائيين في العديد من الدول ومنها المغرب طبعا، إلى محاولة سن قواعد موضوعية لمواجهة هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار جاء القانون 09 الذي سأحاول مقاربته من خلال الوقوف أولا عند